يا صباح الجمال والهنا والسرور عليكم جميعا. النهاردة أنا مش هتكلم في موضوع معين، بس هتكلم في حاجة لأن أنا جالي رسالتين فيهم مشكلتين. فحبيت النهاردة إن أنا أطلع أتكلم فيهم. تمام. أول مشكلة جات لي بنوتة جميلة عندها 25 سنة. في الشغل اتعرفت على زميلها، قصة يعني هنحس إنها يعني اتهرست مليون مرة. تمام. البنوتة اتعرفت على حد في الشغل، والحد ده متجوز وهي عارفة ان هو متجوز. وهي بتقول انا يعني عن قصد او عن دون قصد انا ما حسيتش بنفسي الا اني بحبه وهو كمان. وبعد فترة من العلاقة دي، مش هدخلكم بقى في تفاصيل، يعني هو اعترف لها ان هو عنده مشاكل مع مراته وعايز ينفصل وعنده طفل صغير. والحقيقة بتقولي هو انا لو يعني هو بيقول ان عنده مشاكل مع مراته ولقى نفسه معايا وانا كمان بحبه، وانا لو عملت كده ابقى يعني مسؤول عن خراب بيتها. لان هي الحقيقه لما قالت لمامتها وباباها لموها بشده وقالوا لها يعني رفضوا الموضوع قلبا وقالبا، وهي زعلانه جدا وشايفه ان هم ما عندهمش حق. يعني انا بس عايزه اقولك يعني القصه والله اتهرست مليون مره وانتي صغيره. ونفس طريقة الراجل هي برضو ما بيجددش على فكرة. عندي مشاكل مع مراتي، اصبري شوية. طبعا هو قال لها اصبري شوية لما رتب الدنيا. انا اعتقد ان هو مش هيسيب مراته. هو بيقضي وقت لطيف معاكي، اتبسط معاكي شوية. انتي بتدفعي ده بقى من عمرك، وبتدفعي ده من كرامتك، وبتدفعي ده انك بتضيع عليكي فرص ناس تانية تكون مناسبة وملائمة ومحترمة ينفع انها ترتبط بيكي. فعليكي من ده بايه يا بنتي؟ بجد عليكي من ده بايه يعني عليكي من ده بايه ان انا اخد واحد عنده مشاكل، وحتى لو هو مش مبسوط مع مراته عنده حلول اخرى قبل ما يبدأ حياة جديدة؟ يا اما المفروض يبقى قاطع ويواجه مشاكله دي مع مراته. لو هينفصل ما تبقيش انتي السبب، سيبيه، ابعدي وسيبيه وشوفي هو هيعمل ايه. وصدقيني هتفتكري كلامي ده، هو مش هينفصل وهيكمل. وما انتي الا فترة كده بياخد فيها نفسه وبيرتاح شوية عايز يجدد. والقصة دي اتهرست مليون مرة. اقعدي كده قلبي في مشاكل الستات هتلاقي ان ما فيهاش حتى اي تجديد يعني. انا بس رأيي يا ريت تفوقي وتدي لنفسك فرصة، وتدي لنفسك حاجات كتيرة، اعتبارات اهم واغلى من انك تضيعيها معاه. طيب، المشكلة التانية بقى اللي جات لي برضو قريبة من السياق ده شوية بس مختلفة بقى شوية. القصة اللي جات لي قالت لي والله أنا اتعرفت عن طريق الشات على واحد متجوز، والواحد ده قعدنا نتكلم مع بعض إننا أصحاب. وبعد فترة أنا عرفت إن عنده مشاكل، وأنا الحقيقة كنت داخلة الموضوع ده من باب إن أنا أحلله المشاكل دي مع مراته. بين قوسين بصفتك إيه؟ يعني أول كومنت هقوله لك، بصفتك إيه داخلة تحلي مشاكله مع مراته؟ وبعدين بعد فترة لقيت نفسي ان انا حبيته. برضه قصة معتادة. طب ايه جديد؟ هو عنده مشاكل مع مراته كده. لا، ما هو لما يعني في عز الأزمة والمشاكل لما جاي يختار، وانا كنت حاسة انه خلاص. طبعا هي دخلت في قلب المشاكل وعرفت كل التفاصيل. لكن الحقيقة هي اتفاجئت انه لما اختار ما اختارهاش هي، اختار انه يرجع لمراته وولاده. فهي زعلانة جدا وبتقولي يا ترى هو فعلا ما كانش بيحبني، يا ترى هو فعلا كان يعني بيشتغلني. الحقيقة كمان انها من الحاجات اللي هي الصعبة اللي شافتها. ان حصلت مراته عرفت وحصل بينهم مواجهة بالكلام. وهي يعني للأسف بررت لمراته ده بمبرر، قالت لها والله يعني ده أنا كنت بحل لكم المشاكل، وأنا حتى كنت معاه خطوة بخطوة عشان الأمور بينكم تتعدل. يعني أنا بجد مش عارفة انتي ازاي قدرتي تعملي كده. أولا انتي أهنتي نفسك. مفيش حاجة اسمها أنا عارفة واحد متجوز وبساعده إنه يحل مشاكله مع مراته. مشاكله مع مراته دي حاجة خاصة جدا، هما الاتنين يحلوها بس. تمام. صفتك ايه؟
كنيتك ايه عشان تحلي له مشاكله؟ وصداقة ايه اصلا وانتي ما تعرفيهوش يعني؟ وبعدين طيب، اللي انا شايفاه بقى من كلامك اللي انتي ما قلتيهوش، انتي كنتوا صحاب ووقعتوا، يعني وقعتوا في مشاعر شور، بدليل انك زعلتي انه لما اختارها هي. انتي كان عندك امل يختارك انتي. طبعا منتهى السذاجة من البنات والستات اللي بتعتقد ان الراجل بيختار حاجة تانية غير ولاده ومراته. الزوجة الاولى تحتل من الزوج مرتبة وغلاوة الام. فرجاء لما تخشي علاقة لازم تبقي عارفة الراجل ده متجوز ولا منفصل. وحتى المنفصل في احتمالية يرجع لمراته، فلازم تبقي مدركة، برضو فاهمة، ويوضح لك مدى العلاقة بتاعت طليقته، بيحبها ولا ما بيحبهاش، اصل الموضوع كان بينهم ايه، كرهها تماما. وما تصدقيش كده الا لما تدي لنفسك فرص وتسمعي وتشوفي ال الحاجات بعينيكي. لكن ادخل على واحد متجوز عشان خاطر احل له مشاكله مع مراته، وبعدين اقوم حباه، وبعدين مراته بقى تواجهني بالكلام، فاحط نفسي بقى في موقف. انا بجد يعني انا لما هبقى في نص هدومي، انت حطيتي نفسك في موقف وحش جدا. يعني انت متخيله الموقف اللي انت فيه؟ طب تعالي نقلب الايه، حطي نفسك انت مكان مراته والست دي اللي كلمته داخله تكلمك، او انت داخله تكلميها. يعني حطي بدلي كده الاماكن عشان تحسي قد ايه موقفك وحش. ليه بتحطوا نفسكم في المواقف دي؟ هي الدنيا خلصت يعني؟ هي الدنيا خلصت ان انا اختار صح؟ هل الحب مبرر ان انا يعني انقص من كرامتي؟ الحب مبرر ان انا يعني احط نفسي في مواطن لا تليق بيا؟ خلي نفسك غالية، ما تبقيش رخيصة، وما تخليش حد يخليكي رخيصة. ليه راجل يخليكي رخيصة؟ اما تختاري، اختاري غلاوة مكانك. تمام. اختاري حد يحطك ويظهر بيكي قدام الناس. ما تختاريش حد يسوف معاكي العلاقة. ما تختاريش حد ما يخشش معاكي في علاقة جدية ويبقى عايز يتقدم لك ويدخل البيت من باب، وحد عايز يفنفن معاكي في الضلمة. انتوا غاليين، وربنا خلقكوا غاليين، وربنا خلقكوا حاجة جميلة. والست دي ربنا خلق منها الأخت والابنة والأم، اللي هي الأم دي اللي هي أغلى حاجة في الدنيا، اللي ربنا قال الجنة تحت رحمتها. يعني حاجة غالية، انتي غالية. اوعي ترخصي نفسك. صباحكم فل يا رب، كل السعادة ورضا لكل اللي سمعوني واللي ما سمعونيش. رب حياة جميلة.